السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الفيديو النهارده جميل جدا جدا. هنعمل الفطير المشلتت بطريقة سهلة جدا جميلة جدا جدا، وهقول لكم كمان على تجربتي مع بازوكا. رحت بازوكا واكلنا وطلبنا بصراحة وجبات. وهقول لكم على بصراحة يعني الشكل والطعم والسعر. بصوا كل حاجة. كنا داخلين فرحانين جدا، وكانت الولاد اول مره يخشوه بصراحه. يعني ما دخلتوش خالص وما اكلتش خالص من عنده. ادم ومالك كانوا مبسوطين جدا جدا ان هم داخلين. وبطة برضو طبعا عارفينها، برضو كنا مبسوطين جدا جدا ان احنا كنا داخلين بازوكا. كملي معايا لغايه اخر الفيديو، وان شاء الله هقولك على تجربتي كانت عامله ازاي معاه في الاخر. عملنا الفطير المشلتت بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، وطالع معانا مورق وطعمه بصراحة كان حكاية. بصوا التوريقة بتاعته، يعني مورق بس هو عشان كان سخن فانا ما كنتش لسه عارفة امسكه في ايدي كويس. تمام. هنكمل الفيديو مع بعض وان شاء الله تستفادي بإذن الله. لو لسه مبتدئة ولسه مش عارفة الفطير بيتعمل ازاي، او عايزة تجربي، ان شاء الله تستفادي باذن الله. ما تنسينيش في اللايك وفي الاشتراك. كومنت كده حلو من ايدك. بلاش نخش نكتب تعليق ونطلع نجري على طول. بلاش بس يعني لو سمحتوا بلاش. احنا داخلين المجال دوت عشان خاطر يكون فلوسنا حلال، مش فلوسنا حرام. فزي ما انت عايزة تستفادي انا كمان عايزة استفاد، وزي ما انت عايزة محتواك يكبر انا كمان عايزة محتوايا كمان يكبر. بتعملي فيديوهات وعايزة الفيديو بتاعك يعلى، وعايزة كمان يتشاهد، فأنا كمان عايزة الفيديو بتاعي يتشاهد. فبلاش اخواتي حبايبي من جوه مصر ومن بره مصر، احنا بنتابع بعض وبنثبت لبعض في التعليقات الفيديو بيتكلم عن ايه. فبلاش تخش تكتبي لي تسلم ايدك وتطلعي تجري على طول. بلاش تقولي لي ما شاء الله ما شاء الله وتطلعي تجري على طول. لا، مش يعني مش هو دي الصداقة، مش هي دي يعني احنا داخلين مصداقية في الموضوع، لازم يكون فيه مصداقية. تمام. هنكمل الفيديو معانا مع بعض. وهنا معايا 2 كيلو من الدقيق، وهستخدم ملح ومية بس. نزلت على ال2 كيلو بالمعلقتين ملح، بس المعلقة التانية مش مليانة على اخرها. تمام كده. وهنزل عليهم، انا حطيت نص معلقة تاني. تمام. يبقى انا كده حطيت معلقتين، اعتبر معلقتين ونص. تمام كده. وهنزل عليهم بالمية. انا هنا جنبي بريك المية جنبي كي يعني لتر ونص. انا هستخدم على ال2 كيلو بالظبط كده، هستخدم اللتر ونص. تمام. بس ما بحطش المية مرة واحدة، بحط بالتدريج. تمام. النهاردة الفيديو النهاردة يعني متخصص كده بقى بست الكل. هي بقى ايه اللي بتعجن، وهي بقى اللي بتفرد معايا الفطير، وانا بس كل اللي عليا ان انا بصور وبنولها الحاجات اللي هي عايزاها. تمام. ملكة الفيديو النهاردة ست الكل هي مومو. تمام. هتعمل لنا وصفتين وطريقتين للف او لفرد الجلاش. تابعي معايا لغايه اخر الفيديو، ما تزهقيش، ما تمليش. الفيديو حلو جدا. الفيديو هتستفادي منه كتير جدا. تمام. وسهل جدا جدا. هنا بقى بدأت ان انا بحط ميه لماما اهو، حبه حبه برضو لغايه برضو لسه العجينه ناشفه. انا بقى هنا بقى قعدتها كده بقى ايه، وحطيت قدامها كرسي عشان بصراحه رجليها وجعتها وما كانتش قادره تقف. تمام. استفادي بقى من ست الكل لو ما عندكيش عجينه. لو مش بتعرفي تعجني استفادي منها وشوفيها هي بتعجن ازاي، وبتجيبي العجينه يمين وبتجيبي العجينه شمال. بصوا ان استفادوا منها، ولا اجدعها عجينه. تمام. انا بصراحه ما عنديش عجينه، وادعولي كده ان شاء الله اجيب عجينه باذن الله. هنا انا مكمله معاه في الميه. بصوا خلاص الكوز قرب يخلص، يعني فيها دوبك حبه صغيرين. ولسه العجينه ناشفه، لسه العجينة بتلزق، لسه العجينة فيها دقيق من تحت. تمام. بحط حبة حبة
لغاية كده ايه ما بلاقي العجينة بتلم معايا. يعني لازم العجينة تتعجن كده لا اقل ايه على 10 دقايق او بالكتير اوي ربع ساعة، طبعا على حسب الكمية اللي معاكي. عشان معايا 2 كيلو فاخدت معايا وقت في العجن. تمام. هنا بدأت العجينة خلاص بتلم معايا بنفس الشكل. لو وصلتي معايا لغاية كده ما تنسانيش في اللايك وفي الاشتراك. هتلاقي قدامك على الشمال مكتوبة باللون الأحمر، يتك عليها واختاري الكل عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد بإذن الله. هنا حطيت بقى اخر حبة مية، وبصراحة ماما زعقت لي، يعني قالت لي ايه اللي انت حطيتيه ده كله، فشلنا منهم شوية. المهم عشان ما اطولش عليكم كده خلاص العجينة كده بصوا مش بتلزق خالص في ايدي ازاي. خلاص هبتدي بقى ان انا المها بايه، بشويه زيت صغيرين جدا كده زي كبشه زيت في ايدي كده. تمام. وهلم العجينه بيها يعني من قبل الزيت، وبصوا شكلها عامل ازاي. الزيت بس ايه هيلمعها شويه، وكمان بيخليها ما تشققش، ووشها كمان ما يشققش معايا. تمام. بصوا بقى العجينه وصلت لايه، ولا عجانه ولا حاجه خالص، بالايد كده وما شاء الله عليها كانت جميله جدا. ماما كمان طلعتها بقى من الكرونة اللي فيها، بتثبت لكم اللي هي بص مش بتلزق ازاي، وطرية جدا جدا جدا. الفيديو النهاردة انا عارفة اللي هو طويل، واول مرة انزل فيديو طويل شوية، بس كان لازم اوريكم خطوة خطوة احنا بنعمل ايه، والمبتدئين فعلا محتاجين الحاجة تبقى قدامهم خطوة خطوة. هنقرص بقى، هنعمل يعني قرص كده، او هنكور العجينة كده الكور، يعني حوالي كده ايه 100 جرام كده، بتبقى كبيرة شوية بنفس الشكل كده. عندي بقى صينية او على رخامة او على ترابيزة اي حاجة عندك بدهنها شوية زيت. تمام كده لازم يكون زيت. وهبتدي ان انا ايه احط اللي انا قرصته بحطه على الصينية. انا بقى هعمل ال2 كيلو كلهم بنفس الشكل، هقطعهم بنفس الشكل، وهحاول ان انا اخلي كل القطعات اللي انا قطعتها بنفس الحجم. بعد ما قطعتهم ورصيتهم على الصينية بنفس الشكل، هدهنهم شوية زيت من فوق. هحط كده على كل واحدة كده شوية زيت كده، وهبتدي ان انا هغطيها كده بكيس عشان بس وشها ما يشققش معايا. تمام. بصوا العجينة ما شاء الله عليها كانت طرية وكانت جميلة جدا جدا. ست الكل بقى هي اللي هتفرد معانا الفطير. معاكي رخامة تمام، معاكي ترابيزة تمام. على السفرة انا بديكي كذا وصفات كده او كذا اختيارات. انا هنا استخدمت الصينية الألمونيا كبيرة شوية عندي، فهي دي اللي انا بعمل فيها الفطير. وهفردها بنفس الشكل. انا لسه هوريكي طبعا انا هفردها ازاي، بس هنا كان الفيديو يعني ايه التليفون عندي كان فصل، فحبيت ان انا ايه اخش في المرحله ديت. فردتها وحطيت عليها سمنه. نوع السمنه ايه، انا عندي لازم الفطير المشلتت لازم اعمله يا اما بسمنه بلدي او بسمنه فرن او بزبده فرن عفوا. ما عنديش زبده فرن فاستخدمت سمنه جاموسي على سمنه بقري على سمنة روابي على شوية زيت، يعني عاملة ميكس كده من السمنة. ما عنديش الكلام ده كله ممكن اجيب زبدة فرن بسيحها كده على النار وبستخدمها. تمام. ما بعرفش اعمل الفطير المشلتت بالسمنة العادية نهائي. تمام لازم تكون سمنة بلدي. تابع معايا بقى ايه الخطوة اللي جاية. انا كده لفتها وشلتها على جنب. تمام كده دي كده اول واحدة. بستخدم للفطيرة الواحدة بعمل لها 3، يعني انا بفرد 3. تمام. انا فردت واحدة ولميتها
ودي التانية. بحط شوية زيت وببتدي ان انا ابطط لغاية ما بعملها قرص كده مدور، وبقلبها عشان طبعا بتساعدني في الفرد اكتر. وزي ما انتي ما شايفة كده بالظبط، ببتدي ان انا اتك عليها كده من الحروف ومن النص لغاية ما اخليها كلها كده متساوية مع بعض. تمام، ما بخليش حتة تخينة فيها. وبعد كده ببتدي بقى ايه ان انا اشدها بالراحة خالص، وعلى مهلك تشديها. بلف الصينية معايا دايما ما يدور كده، وبشدها على مهلي. سهلة جدا اهي، وبسيطة جدا جدا، مفيش اسهل من كده. تمام، هلفها معايا بقى لغاية ما اخليها كده ايه قرص مدور كده، او فطيرة كبيرة كده مدورة. طبعا نسيت اقولك، على حسب الصينية ممكن تعملي الكرة اللي عندك. يعني لو عندك صواني صغيرة ممكن تقللي حجم الكرة او حجم القرصة اللي احنا قطعناها، تقللي الحجم شوية على حسب الصواني اللي عندك وعلى حسب حجمهم. لو عندك صواني كبيرة هتقطعي القطعة كبيرة. هنا معايا الكيلو بيطلع 3 فطاير، الكيلو بيطلع 3 فطاير. تمام، انا هنا خلصتها بقى كده وخلاص كده. بصوا خليتها شفافة زي ما انت ما شايفة شفافة ازاي. ما تقلقيش خالص يا ست الكل من القطعات اللي موجودة في الفطيرة. تمام، كله ده هيتدارى. بعد ما خلصت خلاص رشيت بقى السمنة بتاعتي بنفس الشكل، او اخده اللي انا عملتها اول واحدة معاكم وحطيتها جواها. تمام، ببتدي ان انا اعمل بقتني، بخليها على هيئة شكل مستطيل. تمام كده، تمام كده. ماشيه معاكم خطوه خطوه. وبصوا اياك حد يقول لي احنا ما فهمناش، خطوه خطوه، مش شايله حاجه من الفيديو خالص نهائي. وهبتدي ان انا بقى ايه، بص ما بخليش فيها اي حته تخينه اي حاجه، لا كله مفروض. وبكمل الناحيه التانية معايا بنفس الشكل كده، انا عملتها مستطيل. بعد كده بقتنيها من الجنبين، بحولها الى شكل مربع بنفس الشكل. تمام كده. بصوا بتني ازاي، ما بخليش فيها حتت متنية، ما بخليش فيها حتت معوجة، عشان طبعا لما تيجي من جوه تبقى مورقة وما تبقاش تخينة. دي كده التانية. كده فاضل لها التالتة. يعني انا هعمل واحدة تالتة، يبقى انا كده عملت فطيرة واحدة، الفطيرة الواحدة اخدة 3. برضو هشيلها، بيبقى جنبي صينية او بيبقى جنبي بقى على الرخامة لو رخامتك كبيرة، او المكان اللي انت بتعملي عليه اي حاجة، بشيلها على جنب كده بنفس الشكل. انا كده شلتها على جنب، ما بجيش جنبها خالص نهائي، ولا ببططها دلوقتي نهائي عشان لسه هدخلها في واحدة تانية. برضو بدهن شوية زيت من تحت، وبمسح كده شوية بشوية زيت، وهفرد واحدة تانية، هفردها بنفس الفردة اللي انا قلتلكوا عليها. ببططها ازاي، بصوا شكلها اهي، واحدة واحدة واحدة، بتك عليها من بصوا وبلفها بنفس الشكل. هدهن السمنة بتاعتي اللي احنا طبعا قلنا عليها ميكس السمنة اللي احنا عملناه مع بعض، او اللي انا قلتلكوا عليه. بحاول اللي انا طبعا بجيب السمنة كده ايه في كل الاماكن اللي انا طبعا ايه السمنة ما وصلت لهوش. وما تقلقيش خالص من الاخرام اللي موجودة في الفطيرة بعد ما ايه ما فتحتيها. هعمل ايه تاني، هاخد بقى اللي انا عملته دولت الاتنين اللي هم جوه بعض كده، هاخدهم بالظبط كده وهدخلهم جواها. ببتدي ان انا اظبطها. تمام كده،
عامله لكم الفيديو صوله خالص على الاخر عشان خاطر تستفادي وتشوفي خطوه خطوه انا عامله ايه. تمام. بتني من الجنب وبتني من الجنب، اخليها كده مستطيله بنفس الشكل، وبعد كده بتنيها من الجنبين، بحولها الى شكل مربع. بصوا العجينه جميله ازاي وطريه كده وماشيه معايا كده ايه حته حته وخطوه خطوه كده معايا، وما شاء الله عليها يعني. ودي كده كانت اول فطيره عملناها مع بعض بوصفه لوحديها كده، يعني دي كده اول وصفه عملناها. معايا صينيه بقى دهنتها شويه زيت، وهبتدي ان انا طبعا همسحها كده بالفرشه او بايدك باي حاجه، اي حاجه عندك. تمام كده. وهبتدي ان انا هاخد الفطيره واحطها في الصينيه. دي كده اول فطيره جاهزه معايا. تمام. معايا بقى وصفه تانية. الوصفه التانية ايه هي؟ فردت واحده. طبعا أنا مش انا وريتكم بقى احنا بنفردها ازاي. هفرد واحده وهتنيها زي ما انت ما شايفه كده، تنيتها تانية مستطيلة، وبعد كده تنيتها من الجنب اليمين على الجنب من الشمال، وقعدت اتني فيها بنفس الشكل لغاية ما هرجعها كرة تاني كده في ايدي، بس بعد ما عملت لها طبقات من جواها. دي كده الوصفة التانية. بصوا بلفها ازاي، تانيتها كذا تانية لغاية ما بحلفها في ايدي كده واخليها كرة تانية في ايدي. هحطها برضو في الصينية برضو على جنب لغاية ما افتح واحدة تانية. هفتح واحدة تانية بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم، وهحط برضو السمنة بتاعتنا اللي احنا عملناها، السمنة الميكس اللي احنا عملناها، وهتني بنفس الشكل اللي انا قلت لكم عليه. هعمل برضو تانية مستطيلة كده، وهبتدي ان انا اعمل برضو تانية من الجنب اليمين على الجنب من الشمال بنفس الشكل. مفيش اسهل من كده. عامله لكم الفيديو صوله على الاخر عشان خاطر تشوفوا الطريقه معموله ازاي، وخطوه خطوه كده انا عملت ايه. او مش انا اللي عملت، دي طبعا ماما هي اللي عامله. لو وصلت لغايه كده ما تنسانيش في اللايك وفي الاشتراك وكومنت حلو من ايدك، وقوليلي انهي وصفه عجبتك، او الوصفه ولا تاني وصفه. انا عن نفسي يعني انا بحب مثلا الوصفه التانية، ماما بتحب الوصفة الأولى، فكل واحد فينا بيعمل بالطريقة اللي بتعجبه. يعني أنا وهي ايه بنقعد كده لا اعملي لي الوصفة اللي أنا بحبها، وهي تقول لا دي الوصفة بتاعتي الأولى حلوة. كل واحد بالوصفة اللي هو يعجب. أنا كده شلت واحدة وعملت واحدة اهي الاتنين مع بعض. هفتح التالتة بنفس الشكل طبعا او الطريقة اللي انا قلتلكوا عليها. انا بقى مش محتاجه ان انا اوريلكم واحده واحده هي انا عملتها ازاي، احنا كده شفنا احنا بنفردها ازاي. هاخد بقى الاتنين اللي انا عملتهم هدخلهم جواهم، هحط واحده وهحط التانية فوقيها. دي التانية هي عليها،
ماما بصوا ماما قاعدة بتتك عليها ازاي، يعني بصوا واحدة واحدة بتتك عليها كده وبتسويها وبتخليهم كلهم يعني ايه مدوجين كده وقد بعض، بالتكة تكة خفيفة كده عليها عشان طبعا ما تتقطعش مني. وبعد كده هبتدي ان انا اتني عليها برضو نفس التانية اللي كنا بنتنيها في اول واحدة هنتنيها بنفس الشكل. هعملها برضو مستطيلة، ده كده شكل مستطيل اهو. وهبتدي ان انا اتني من الجنب اليمين على الجنب من الشمال. ب- بصوا شكلها اهي، شكلها جميل جدا والفيديو بيشرح نفسه بنفسه. فيديو سهل جدا وبسيط جدا جدا جدا. والوصفتين احلى من بعض بصراحة، وطريقتين احلى من بعض. كتير مننا ما بيعرفش يعمل الفطير المشلتت، بيشتريه جاهز من بره. انا عن نفسي ساعات بشتري الواحدة يعني من الفرن عندنا بشتريها الواحدة ب18 جنيه، وبتبقى مليانة سمنة، سمنة ومش سمنة بلدي، سمنة معرفش دي نوعها ايه بصراحة يعني. فدي طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا. دهنتها في الصينية، وطبعا بسيبها بالظبط كده يعني ايه 5 دقايق او 7 دقايق بالظبط. ليه؟ عشان خاطر ما تلمش معايا. بعد ما سبتها طبعا الطريقتين بنفس الشكل بقى، تمام كده. الوصفتين اللي احنا عملناها مع بعض بنفس الشكل. بسيبهم بالظبط 5 دقايق او 7 دقايق عشان خاطر بس العجينة ما تلمش معايا وتعرف تتفرد معايا على طول. وببتدي ان انا ابططها بقى. معايا صينية بيتزا او اي صينية عندك مش شرط، بس انا بحب اعمل في صواني البيتزا بتبقى خفيفة والنار بتبقى ايه والفطيرة بتستوي فيها بسرعة. لفتها بنفس الشكل كده وببططها كده، بحاول ان انا اخلي بقى ايه العالي والواطي بظبطها كده ووسطن العالي والواطي بنفس الشكل. يا سلام بقى لو عندك حتة قشطة وش لبن كده شايلاه كده في التلاجة ودهني الوش، يا سلام بتبقى جميلة جدا جدا. جربتها كذا مرة بصراحة وكانت جميلة جدا، بس للأسف بصراحة ما كانش عندي. استكفيت بشوية سمنة من اللي انا كنت طبعا مسيحاها، فدهنت وشها كده شوية سمنة من فوق. وطبعا ما قالتش لا، برضو كانت جميلة جدا، بس انا بفضل حبة وش لبن كده شايلاهم كده على جنب. مية مية، بيخلي وش الفطيرة بيبقى جميل جدا جدا. ممكن كمان بتعملي لو حابة تحشيها، بتحشيها سوداني، بتحشيها قرفة، بتحشيها سكر بودر. بتحشي أول واحدة وبتلفي وبتحشي وبتفرجي بقى التانية وبتدخليها جواها. تمام، يعني احنا عملنا 3. حشينا واحدة بالقرفة والسوداني وجوز الهند مثلا وسكر بودر. وبتحشي التانية بنفس الشكل. التالتة مش بتحشي، كفاية 2 بس. تمام كده، وبتبططيها بنفس الشكل. بيكون الفرن سخن على درجة حرارة 200، وبرفعها على الشبكة أول رف، يعني أول رف كده برفعها عليه، عشان طبعا دي صواني بيتزا بتتحمر بسرعة، فأنا عايزاها برضو تتحمر بسرعة في نفس الوقت تكون استوت وورقت على مهلها من جوه. ما بتاخدش وقت كتير، يا دوبك بعد بالظبط كده بعد ربع ساعة أو على حسب درجة حرارة الفرن عندك.
بلاقيها بقى ما شاء الله عليها. بصوا قبة ازاي، قبة يعني مش الفيديو بيشرح نفسه بنفسه. بصوا جميلة ازاي، واخدة اللون من تحت، اللون كان حبة كده شوية بس برضو كانت متحمرة. ولعت عليها الشواية عشان تاخد لون من فوق، وده كان شكلها بعد الشواية. بصوا برضو منفوشة ازاي، جميلة جدا جدا جدا. حابة بعد ما بتخلصيها بقى وبتطلعيها، انا بحب ان انا اغطيها، وبعد ما بغطيها بدخلها جوه كيس عشان تطرى. يعني بحطهم كلهم فوق بعض فوق بعض كده، السخونية بتطريها. وده كان شكلها النهائي. كانت جميلة جدا جدا، وشكلها كان حلو جدا جدا، ومحدش هيصدق اللي انت عاملاها في البيت. هيفكروا بجد اللي انت عاملاها برا. ده كان شكلها النهائي. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وان شاء الله كده تتشجعوا وتقوموا تعملوها على طول وتجربي كده حتى لو في كيلو. تمام. ده كان لونها من تحت ولونها من فوق. وبصوا هي طرية ازاي عشان غطيتها، وبعد كده دخلتها جوه كيس عشان تطرى اكتر. معلومة مهمة لازم تعمليها في الفطير بعد ما يطلع من الفرن. قطعتها بقى التقطيع اللي تعجبك، بس انا بحب اقطعها كده ايه على 4. يعني كل واحد بياخد كده ايه الربع كده. انا بحب افطر بيه، وبحب اتغدى بيه، وبحب اتعشى بيه. يعني طول ما هو في البيت بحب اتغدى بيه. تمام. في ناس بتحب تفطر في بيه بس لا، انا بحب افطر واتغدى بيه. قطعته بقى كده على مربعات كده، وده كان شكله. بصوا بقى مورق ازاي من جوه، مورق خالص، وبصراحة يعني كان حلو جدا جدا. بصوا شكله، انتوا اللي هتحكموا على شكله هيبقى عامل ازاي. الفيديو بتاعنا دوت خلص، وطريقة الفطير المشلتت خلصت معايا. هقول لكم بقى على تجربتي في بازوكا كانت عاملة ايه. بصراحة كانت العيال عايزة، ولادي كانوا عايزين يخشوه. انا كانت اول مرة اخشه، والولاد كمان اول مرة كانوا ياكلوا عنده ويخشوا عنده. وكانوا مبسوطين جدا جدا جدا. اسعاره قالوا عليها حلوة، والشكل عنده كان عالي، وكان البرجر بتاعه بصوا كنا زي ما بنشوفوه في التلفزيون، وبنشوفوه طبعا في المنيو عندهم بيبقى عامل ازاي. بصوا بطة وآدم ومالك فرحانين جدا ان هما داخلين. المهم الشكل بصراحة جوه يعني بصوا طلبنا الاوردر، طلبنا الساندوتش كان عامل 85، وكان فيه 55. طلبنا 2 ب75 اللي هو الطبقتين، وطلبنا 2 الواحد كان ب55 برضه طبقتين. يعني هما كانوا كاتبين في المنيو في ب75 وب85. الشكل بقى مجناش كده خالص نهائي نهائي. تابع معايا وهقولك الشكل جنة ازاي. ده كان شكله من جوه، ستايل جميل جدا جدا، خدمة حلوة جدا. يعني الخدمة في منتهى الجمال بصراحة. يعني انا المكان عجبني جدا، ده اولا. والخدمة كانت جميلة جدا جدا. طبعا هنا ادم وهنا مالك كانوا هما اللي بينقوا اللي هما عايزينه، بيشاوروا على اللي هما عايزينه فعلا. وكل اللي ورق قدامنا الطبقات، بصوا طبقتين طبقتين، يعني البرجر شكله طبقتين طبقتين. وبطة كمان قاعدة بتنقي بقى، وكان بابا كان هيجيب لها. هو ده اللي انا بقول لكم عليه ابو 55 و75. بصوا الشكل جاينا عامل ازاي. هو ده شكل البرجر اللي احنا طلبناه. طلبنا طبعا برجر، وطلبنا فراخ. تمام. ده كان شكله من جوه بس. يعني ده كان شكله وما عجبنيش نهائي. الرز مش حلو خالص نهائي. الكول سلو كان كويس، البطاطس كويسة. هنا الصوص الاحمر ده انا بصراحة ما عجبنيش، بس عجب جوزي وعجب الولاد، بس هو ما عجبنيش انا شخصيا يعني.
العيش كان مسكر جدا جدا، كان مسكر بطريقة رهيبة بصراحة. المهم ان انا بصراحة صرفنا فلوس، صرفنا ممكن نكون صرفنا 400 جنيه مثلا، وما شبعنيش. بص المنظر عامل ازاي، ده منظر بازوكا اللي بيجي في التلفزيون، 75 جنيه الواحد، وهو مش باين عليه اصلا ب25 جنيه. انا كده خلصت الفيديو بتاعي، اسيبكم في رعاية الله، وما تنسونيش في اللايك وفي الاشتراك وفي الكومنت، ومع السلامة.